أنا اسمي مروة، وحياتي ابتدت لما اتجوزت شخص وحيد أبوه وأمه. ما عندوش أي إخوات، لكن عندهم بيت بتاعهم، وهو ليه شقة في البيت ده. هو ووالدته واخدة الدور الأولاني، وهو واخد الدور اللي فوقيها. شاب مهندس ومقبول الشكل، ومواصفاته كلها كانت بالنسبة لي كويسة جدا إن أنا أوافق على الجواز. وفعلا اتجوزنا، لكن ليلة جوازي كنت زي أي بنت متوترة وخايفة طبعا، وده شعور طبيعي لأي بنت. وكنت بدعي ربنا يعديها على خير، بس للأسف حصلت حاجات ما كنتش متخيلها خالص. بعد الفرح دخلت زي أي عروسة وعريس، غيرت هدومي، لكن المفاجأة بقى إن هو سابني أغير لوحدي. ودي كانت أول صدمة ليا. اللي كنت أعرفه وكنت بسمعه من أختي الوحيدة إني هدخل وهيدلعني، وهيحاول إن هو هيخلعني الفستان وحاجات زي كده. وكل الحاجات دي ما حصلتش، كل ده مش موجود. حضرت العشاء وأكلنا، وحاولت إن أنا ألطف الجو، وقعدت أهزر معاه، لأن هو كان ساكت جدا وهادي جدا جدا. وده اللي أنا كنت ملاحظاه عليه من أيام الخطوبة، قليل الكلام وهادي قوي، عكسي تماما. المهم، حاولت ان انا الطف الجو ودخلنا، قعدنا شوية مع بعض وابتدينا نتكلم لغاية يعني ما بدأ يقرب مني، وحصل بينا حاجة كده، علاقة بسيطة فيها بعض التجاوزات. لكن أول ما ابتدينا إن أنا وهو يبقى فيه بينا علاقة، فما قدرش على أي حاجة. حاول مرة والتانية والتالتة، ولقى نفسه نفس الحكاية. اتوتر جدا واتعصب وجن جنونه وقعد يكلم نفسه. انا بصراحة في اليوم ده حاولت ان انا اهديه، واقوله ان اكيد ده طبيعي من التعب والارهاق وايام الفرش وفرش الشقة والحاجات دي. المهم ان هو يهدى، وخصوصا ان انا سمعت ان في شباب كتير بيحصل لهم كده في اول ليلة في الدخلة، وبعد كده بيرجع طبيعي جدا. المهم هدي شوية ودخلنا ونمنا، وكان بالنسبة لي الموضوع عادي. جينا تاني يوم حصلت نفس الحكاية. ابتدى يومها يشرب سجاير بكمية كبيرة جدا، وابتدى يكلم نفسه وقعد يلومني، وقعد يقولي انتي السبب، اكيد انتي السبب، انتي موتراني، وانتي دايما نظراتك، رغم ان انا عمري ما كنت عامله له حاجه، ومكنتش بصاله، وكنت خايفه جدا اصلا يعني، وكنت مرعوبة زي اي بنت يوم فرحها. قعدت طبعا ما اتكلمتش ولا رديت عليه، وقلت له ان ده امر طبيعي، وده بالنسبة لاي راجل هو ده الشعور اللي هيحسه. سكت، رغم اني قعدت اقوله ان ده كلام طبيعي، وان الكلام ده هيفضل سر بيني وبينه لغاية يعني ما الامور دي تعدي والتعب والارهاق اللي هو فيه ده يمر. وكنت ساكتة جدا، وبقول مفيش مشكلة، اكيد ده عارض ومش هيتكرر. عدى يوم واتنين وتلاتة وشهر واتنين، ومفيش حاجة خالص. حتى المحاولات اللي كان بيعملها ما بقاش يعملها، وحسيت ان انا عايشة مع اخويا او مع واحد غريب بالنسبة لي، زينا زي اي اتنين اخوات. ابتديت بقى اروح واتكلم معاه، لان انت كده زودتها قوي. رحت واتكلمت معاه وقلت له بقولك ايه، هو في ايه بالظبط؟ حتى اتكلم معايا وفهمني، ولو في مشكلة نروح لدكتور ونشوف ايه الحكاية. ابتدى بقى يتعصب ويتنرفز ويقول لي دكتور ايه؟ انت عايزة تفضحيني؟ اكيد طبعا عايزة تفضحيني، اكيد فاكرة نفسك ان انا يعني مش راجل ومش طبيعي. وقلت له لا، انا مش ده اللي اقصده، لكن انا عايزة اعرف ايه المشكلة، احنا بقالنا شهرين على الحال ده. اتعصب تاني واتنرفز جدا، وقعد يقولي بقولك ايه، اوعي تفتكري ان انتي بقى علشان اللي حصل ده هتفتكري ان انتي هتبقي مسيطرة عليا والكلام العبيط ده. وقعد يقولي كلام كتير كده ما فهمتلوش معنى، ولا هو ده وقته. وبعد كده سابني ونزل، ورجعلي يمكن الصبح. كنت انا بقى خلاص نمت. سمعته وحسيت بيه لما رجع بالليل تاني يوم. جيت اتكلم معاه، لقيته بيقولي اوعي تفتحي معايا الموضوع ده تاني، وإياكي تاني تتكلمي معايا فيه. طبعا بيني وبين نفسي قلت لنفسي شكله كده اتجنن،
امال اتكلم في ايه؟ انا عروسة لكن مع ايقاف التنفيذ. ما لقيتش حل بقى غير ان انا انزل لحماتي واشتكي لها واتكلم معاها واقول لها على كل حاجة. وفعلا نزلت لحماتي وابتديت اتكلم معاها واحكي لها واقول لها على محاولات ابنها الفاشلة. حماتي قعدت تهديني وتقولي معلش ساعات كتير بيحصل كده. قلت لها انا عارفة لكن المفروض ان يبقى في دكتور ونشوف ايه المشكلة. حماتي قالت لي طب خلاص اهدي وخلينا نعمل لنا كوبايتين حاجة نشربهم ونقعد ونتكلم على رواقة. انا عمري ما هظلمك يا بنتي، انتي زي بنتي بالظبط. طبعا قعدنا وخدتني في حضنها وقامت وعملت لي كوباية عصير وجابت لي كوباية العصير. ويا ريتني ما شربتها. شربت كوباية العصير وما دريتش بحاجة بعديها غير اني نايمة في سرير حماتي وقلع هدومي كلها. قمت مخضوضة وانا مش عارفة في ايه. لما فقت لقيت نفسي في أوضة حماتي في بيتي وانا مش فاهمة في حاجة في ايه. قمت ولبست هدومي ومخضوضة مش عارفة احرك رجليا وشفت الدم على السرير وانا مش عارفة الدم ده جه منين ورجليا دي اللي بتوجعني سببها ايه. خرجت من الأوضة ولقيت جوزي قاعد هو وحماتي فبسألهم هو في ايه. لقيت جوزي متعصب زي عادته وقعد يقول لي يا هانم اللي حصل ان انت كنت موتراني، كل ده كان بسببك. ومجرد ما امي لقيت لي حل ولقيتك نايمة عرفت اعمل كل حاجة. قلت له يعني انت اللي عملت كده؟ قال لي طبعا امال يعني انت فاكرة مين. قلت له انت ازاي تعمل كده وانت كمان ازاي تنيميني وتعملوا كده من غير ارادتي. اتضايقت جدا طبعا انه حصل كده اهو من غير ما يقولولي وان حماتي تضحك عليا وكان هو ده بالنسبة لي الشيء اللي مزعلني. وقلت له لو سمحت ممكن توديني عند اهلي دلوقتي. قال لي زي ما انت عاوزة وفعلا وداني عند اهلي وما سألش فيا وكأنه ما صدق. ورحت قعدت عند اهلي وطبعا سألوني في ايه لكن مرضتش اقول لهم ايه وهم عارفين ان انا من بدري سعيدة جدا في حياتي. قعدت وقلت لهم عندي مشكلة مع جوزي وقعدت فترة عند أهلي لمدة 3 أسابيع لغاية لما حسيت إن أنا تعبانة قوي وبرجع وفي حاجات غريبة فيا. ساعتها أمي قالت لي تعالي أوديكي للدكتور باين كده حصل. قلت لها هو إيه اللي حصل؟ قالت لي تعالي الأول ونروح ونشوف. وفعلا رحنا للدكتور قال لي إن انتي حامل طبعا. أكيد أنا فرحت طبعا زي أي ست وفرحت جدا ان انا نفسي ابقى ام. وقلت ايه يعني حتى لو خدها مني غصب المهم ان انا في الاخر حامل. وتاني هرجع لجوزي وهكلمه وهفرحه واعيش حياتي بقى عادية وطبيعية. وادي الحاجة اللي كانت حاجز بيني وبينه هو عملها. وكلمته وقلت له تعالى خدني انا وابنك. قال لي ابني؟ ابن مين؟ قلت له ابنك انا حامل. قال لي انت حامل ازاي؟ قلت له يعني ايه ازاي هو انت نسيت ولا ايه؟ قال لي اه طيب هكلمك بعد شوية. وقفل وهو مش فرحان قد فرحتي. وقعدت مستنياه يتصل بيا لغاية فين وفين لما كلمني وقال لي خلاص تعالي انا هاجي وهاخدك حضري حاجاتك. وفعلا روحت البيت. رحت البيت معاه وانا عمالة فرحانة ببطني اللي ابتدت تكبر. وقعدت شهر ورا شهر كان كل شيء طبيعي رغم ان هو ما بيجيش جنبي خالص. لكن ما كنتش متضايقة لان كنت مشغولة بحملي وبطني اللي عمالة تكبر قدامي. وهو ده كان سعادتي وفرحتي. وكنت فرحانة لغاية ان في مرة لقيته مش جنبي. قمت عشان ابص كده واشوفه بيعمل ايه. لقيته بيتكلم في التليفون. وساعتها بيتكلم صحيح كان بيتكلم بصوت واطي وبيهمس كده لكن صوته كان واضح. ولقيته بيكلم حد وبيقوله انا اعمل ايه دلوقتي في المصيبة دي والولد ولا البنت اللي جايين دول ازاي اعترف بيهم وهم اصلا مش ولادي. وهي بعدين لما تكتشف ان انا ماليش في الجواز وتعرف ان انا عندي عجز كامل هتقول ايه؟ طبعا انا سمعت الكلام ده وبقيت في صدمة كبيرة قوي وبقيت عندي حالة من الشلل. امال اللي في بطني ده ابن مين؟ معرفتش ارد ولا اعمل ايه لغاية لما خلص من المكالمة وطلع لقاني قدامه. وطبعا لما لقاني قال لي انتي موجودة من اول فين او يعني من اول امتى؟ قلت له انا موجودة من اول ما انت كنت بتتكلم في التليفون وقلت ان اللي في بطني ده مش ابنك وان عندك عجز والدكتور هو اللي قالك.
امال اللي في بطني ده ابن مين؟ انت لازم تقولي دلوقتي. مرضيش يرد عليا ومرضيش ينطق وسابني، ومن يوميها وانا معرفش عنه حاجة. وحماتي كمان قالت لي ما عنديش علم، ايه اللي انت بتقوليه ده، ونكرت كل حاجة، لكن انا متأكدة من اللي سمعته بوداني. والمشكلة دلوقتي الطفل اللي جاي ده، اللي انا نفسي معرفش مين ابوه، وحتى الراجل اللي متجوزاه مش موجود ومعرفلوش طريق. ومش عارفة دلوقتي انا اعمل ايه، وهكمل حياتي ازاي. ياريت تقولولي رأيكم في التعليقات.